يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اكلمك عن نقطة بسيطة جدا صراحة، لكن مهمة وعلى الاغلب كلنا بنستخدمها في اي مشروع احنا بنشتغل عليه. بس قبل طبعا ما ابتدي واتكلم في النقطة دي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في الفيديو طبعا في الكومنتس. النهارده انا جاي اكلمك عن موضوع البرنت ستيتمنت. طب ليه جاي اكلمك فيها؟ لان خلي بالك من النقط اللي هتلاقي دايما بيتنبه عليك فيها، ان انت دلوقتي لو خلصت مرحلة الديفلوبمنت والتطبيق بتاعك طالع خلاص كبرودكشن، يعني خلاص انت هتمسكه ترفعه على البلاي ستور او على الاب ستور، فبيقول لك نقطه مهمه جدا: اتاكد انك عامل ديليت لكل البرنت ستيتمنتس اللي موجوده عندك. وطبعا اكيد بشكل او باخر كلنا استخدمنا برنت ستيتمنتس، والسبب لان هي سهله جدا في الاستخدام، اسرع حاجه حرفيا ممكن تكتبها وتستخدمها على طول. فبالتالي على الاغلب كلنا استخدمنا برنت ستيتمنتس، فطبعا يفضل ان احنا نمسحها بالكامل، لان ممكن تكون بتعمل برنت لبيانات مثلا حساسه او حاجه زي كده، فطبعا ده شيء ما ينفعش. فانا جاي اكلمك النهارده عن حركتين لذيذ جدا ممكن نعملهم. الحركه الاولى ان انت تعمل كلين لكل البرنت ستيتمنتس اللي موجوده في البروجكت بتاعك، والحركه الثانيه اختصار بسيط جدا ممكن تستخدمه عشان تعمل برنت بشكل سليم بدون اي مشاكل. مبدئيا تعالى نتكلم عن ازاي ممكن نعمل ديليت لكل البرنت ستيتمنتس اللي عندنا في البروجكت. عشان نعمل الحركه دي، فاول حاجه انا بحب اعملها ان انا اضغط كنترول شيفت اف، وكنترول شيفت اف ده بيديني امكانيه ان انا اعمل سيرش على حاجه في البروجكت بالكامل. وانا بالفعل دلوقتي مهتم ان انا اعمل سيرش على كل البرنت ستيتمنتس اللي موجوده في البروجكت بتاعي، فعملت كنترول شيفت اف عشان اطبق الكلام ده. تاني حاجه بعملها ان انا افعل الريجكس في المكان ده. طبعا لو متعرفش يعني ايه ريجكس، فريجكس تقدر تقول ان هي بتديني امكانيه ان انا ابحث عن شكل معين مش قيمه محدده. طبعا الريجكس حرفيا ماده ممكن تدرس كبيره قوي، يعني اللي انا بقوله لك دلوقتي هو اختصار الاختصار، بس حاليا ده اللي يهمنا. يعني تقدر تقول دلوقتي ان الريجكس بتدينا امكانيه ان احنا نبحث عن شكل معين مش قيمه. يعني انت دلوقتي عايز تبحث عن كل البرنت ستيتمنتس، فطبعا انت مهتم تجيب شكل الامر ده اللي هو برنت قوسين قيمه وبعد كده سيمي كولن، ده الشكل بتاعك بغض النظر عن القيمه اللي موجوده في المكان ده، لان القيمه دي ممكن تتغير، ده شيء طبيعي جدا. فبالتالي هنا انا عايز اعمل سيرش على شكل معين مش قيمه محدده، عشان كده هستخدم ريجكس. وبعد كده هنا بتحط الشكل اللي انت بتدور عليه. طبعا الشكل ده ليه طريقه في تكوينه، زي ما قلت لك الريجكس دي ماده كبيره جدا ممكن تدرسها اساسا مع نفسك، فبالتالي هيكون صعب جدا اقول لك الشكل ده اتكون ازاي، حاجه صعبه جدا ان انا اقولها لك دلوقتي. فبالتالي انا هحط الشكل معاك دلوقتي على طول، وهسيبه لك طبعا في الديسكريبشن بحيث ان انت تستخدمه. الشكل اللي قدامنا ده اللي هو كلمه برنت، بعد كده في مجموعه من الباك سلاشز واستريك ودوت والى اخره. الشكل ده بيقول له من الاخر كده انا عايزك تدور على برنت ستيتمنت بشكل عام بغض النظر عن القيمه اللي موجوده في النص. فزي ما انت شايف بالفعل انا عندي 2 برنت ستيتمنتس، والاتنين موجودين في فايلز مختلفه. عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لنا هو جابهم لي كلهم. طبعا انت ممكن تخلي عمليه السيرش ادق شويه، يعني فنفترض انت كان عندك فايلات تانية غير دارت، بس هو على الاغلب مش هيكون عندك حاجه زي كده. بس لو كان عندك مثلا، فممكن تضغط على الثلاث نقط دول وتقول خلي بالك انا عايز ادور دلوقتي على كل الفايلز اللي الاكستنشن بتاعها دارت. هيحدد الموضوع بشكل اكبر شويه، ممكن تطنشها لان على الاغلب مش هتحتاجها يعني. المهم زي ما انت شايف دلوقتي انا عملت سيرش على كل على كل البرنت ستيتمنتس. الخطوه الثانيه ان انا اعمل عمليه ريبليس، يعني من الاخر كده هقول له استبدل لي كل اللي موجود ده بقيمه تانية. على الاغلب القيمه في حالتنا هي سبيس فاضيه، مش عايز احط قيمه. في بعض الاوقات طبعا في ناس بتعمل سيرش على قيم معينه عايزه تعمل ريبليس في كل الاماكن، فممكن تطبق الكلام ده هنا. لكن في حالتنا احنا عايزين نمسحها بس مش اكتر. فبالتالي ممكن اروح جنب السيرش بوكس اللي موجود هنا كده، هتلاقي فيه السهم اللي هنا على الشمال، هنضغط عليه كده هيقول لك القيمه اللي انت عايز تحطها مكان كل البرنت ستيتمنتس. يعني بص لو حطيت دلوقتي مثلا فلنفترض اسمي، هتلاقيه هيشطب على كل البرنت ستيتمنتس ويحط ثروت. يعني حرفيا دلوقتي انا لو عملت ريبليس كل البرنت ستيتمنتس في البروجكت هتتغير وتبقى اسم ثروت. لكن طبعا اللي انا عايزه انه يبقى فاضيه، مكان فاضي، انا مش عايز احط حاجه خالص. فممكن تضغط مسطره كده فهو يفهم على طول ان انت عايز سبيس فاضيه. فدلوقتي لو رحت بقى ضغطت على ريبليس اللي هي موجوده هنا اهي على اليمين شويه، هنضغط كده هيطلب منك ان انت تاكد ان انت عايز تمسح كل البرنت ستيتمنتس. هقول له ايوه. فزي ما انت شايف كل البرنت ستيتمنتس اتمسحت مره واحده. موضوع سريع جدا وسهل زي ما انت شايف، حاجه بسيطه قوي يعني. دلوقتي بقى النقطه الثانيه، لو حابين بقى نعمل برنت الحاجه، ايه اسهل واسرع طريقه ممكن نطبق بيها الموضوع ده بشكل سليم عشان ما اضطرش في المستقبل ان انا اقعد ادور ازاي امسح البرنت ستيتمنتس والكلام ده؟ بكل بساطه ممكن نروح كده نستخدم اكستنشن لذيذه جدا اسمها فلاتر برنت. هتلاقيها ظهرت معاك اهي اول واحده، اعمل سيرش عليها واعمل لها انستول.
وبعد ما تعمل لها انستول في خطوه تانية انا عايزك تعملها، تروح كده على الفايل فوق كده، وبعد كده على البريفرنسز، وبعد كده عايزك تروح على السيتنجز وتعمل لي سيرش على فلاتر برنت. اكتب كده كلمه فلاتر بعد كده كلمه برنت، وهنا من الاخر كده انت بتحدد البرنت اللي انت هتستخدمه من خلال الاكستنشن دي. عندك 3 اختيارات، عندك اللوج ودي اللي بتبقى موجوده باي ديفولت على الاغلب معاك، وعندك الديباج برنت، وعندك البرنت العاديه. طبعا انا عايز ابعد عن البرنت العاديه لان البرنت العاديه دي انا مش حابب استخدمها خالص، فبالتالي انا بحب استخدم في الحاله دي الديباج برنت، بالنسبه لي كده زي الفل. فانا بحددها كده، وبعد كده بكل بساطه اي حاجه حرفيا عايز اعمل لها برنت الموضوع بيكون سهل جدا. يعني مثلا تعالى دلوقتي نعمل متغير مثلا اسمه نيم بيساوي ثروت، وبعد كده فلنفترض انا عايز اعمل برنت للنيم ده. فكل اللي انت محتاج تعمله دلوقتي ان انت تضغط على النيم كده، بعد كده بتضغط كنترول، بعد كده شيفت، بعد كده حرف ال. بمجرد ما تعمل الكلام ده فهو تلقائيا بينشئ لك ديباج برنت ستيتمنت، حاطط لك فيه الكي اللي اسمه نيم والقيمه كمان بتاعتها وكل حاجه جاهزه على طول. كل اللي انت محتاج تعمله دلوقتي بس ان انت تعمل امبورت للديباج برنت ستيتمنت بالمنظر ده، وخلص الحوار على كده. فزي ما انت شايف دي طريقه سريعه جدا في ان انت حرفيا تعمل برنت لاي حاجه انت عايزها. يعني انا كل ما احب اعمل برنت لاي حاجه دلوقتي بضغط عليها كده كنترول شيفت ال، الموضوع انتهى، ما خدش مني ثواني. فخلاص بقى مفيش حاجه اسمها استخدام برنت ستيتمنت وان انا اقعد اكتبها بايدي واحط انا الكي والفاليو، مفيش الكلام ده، هو اختصار كنترول شيفت ال، الموضوع انتهى على كده. فزي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا. انا عارف ان الموضوع ده يعتبر سهل جدا، لكن انا عارف ان حاجات زي كده ممكن تخليك تضيع وقت رهيب جدا لان انت بس مش عارف التركايه دي، فعشان كده حبيت اشارك معاك الموضوع ده. بس كده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.